صحاب الباك طيحتوا عليا الديم وفكرتوني بدوك الايام. المهم، النصيحة اللي غادا ننصحكم هي كالتالي: 15 يوم قبل الامتحان خاص كلشي يكون عندكم ملخص لأقصى حد ممكن، ومقاد من الأحسن تلخصوا بيديكم، ماشي تجيبوا داكشي من شي باج ولا يعطيه ليكم شي واحد. وفي هاد المدة جمعوا عليا دوك الكتوبة ديال التمارين والحلول ودوزوا المعقول، على الأقل تخدموا فيها 5 وطنيات في كل مادة. ماشي عيب تعاونوا بداك التلخيص اللي عندكم، وملي تبقى دوك 4 أيام حفظوا داك التلخيص. أما ديك 3 أيام قبل الامتحان خاص ترتاح فيها وكدا وكدا لا غير هدرة، والله حتى تنساو كلشي. أنا بقيت كنحفظ حتى آخر لحظة ونفعاتني هاد القضية. هادشي موجه للناس اللي كينساو في حالي بطبيعة الحال. أما بالنسبة للناس ديال صحاب النقيل حاجة أخرى، غير ما تكونوش مكلخين وتشريو النقلة ديال العبار. والله لا نجحتي واخا تحطها فوق الطابلة على راس الحمار، كتبها بيديك وصغرها وعقل على كل حاجة فين كاينة، وحاول تخدم بيها تمارين. جربها واش نافعة، ماشي صافي معول تنقل ما تخدمش. راه حتى انت خاصك تخدم باش تعرف ما دير وما تضيعش ليك الوقت في التقلاب. واقسم بالله الا ما كنتيش فاهم ما غادي دير والو، واخا تكون معاك 1000 نقلة. انا شخصيا نقلت في مادة الفلسفة. الناس ديال الفيزيك غادي تنفعهم نقيلة، حيت الإشارات كيتنساو، حيت لا زقلتي غير إشارة ولا رمز مشيتي فيها. بالنسبة لي أنا كون ما ديتش معايا نقيلة في مادة الفلسفة ما كنتش غادي نخدم فيها. هي غير تحطت ليا الورقة تنساو ليا كاع أسماء الفلاسفة. الله يسمح ليا وصافي. ولكن ربي راه كيشوف حق الله، حتى كنت كنبريباري من نيتي. والله يسهل على الجميع. اما الناس اللي ناويين يديروا لافاك كنقول لكم هادشي غير كاستاج وتقبلوا هضرتي. خلاصة القول، راه داكشي ساهل، كتلقاو راسكم خدمتو ما اصعب منه. غير ركزوا. واحد الحاجة ضرورية بالنسبة ليوم الامتحان: بداو بداكشي الساهل خدموه كامل، عاد رجعوا الصعيب. وحتى الصعيب ما تخليوهش، واخا تفكروا غير شي علاقة او شي حاجة كتعلق به كتبوها، واخا ما تكونوش عارفين تكملوه. ما تخليوش شي حاجة خاوية، حيت مصحح كيحس بيك فاهم ماشي ما عمرك شفتيه، ويقدر يعطيك ربع نقطة. وكيف ما كنعرفوه راه غير 0.001 كتنفع في الوطني. ما تحقروهاش، بعض المرات كتكون هي السبب في النجاح والرسوب لا قدر الله. بون كوراج ليكم، كنتمنى لكم النجاح من كل قلبي.